الشباب لدى المنتخب السوري. بعد ذلك الاستحواذ بنسبة أكبر، التمريرات بنسبة أكبر، السيطرة على الكرة بنسبة أكبر، تبدو حاضرة لدى المنتخب المغربي. هذه الأمور الواضحة الظاهرة. بعد ذلك البحث عن شباك الياس هدايا، محاولة مغربية، التقدم الآن، الكرة عبر الطرف الأيسر. بعد ذلك تلعب عكسية في مكان، عائدة مرة أخرى، عائدة مرة أخرى، المرتدة للمنتخب السوري، لكن أنطونيو طول فيها، يعقوب فقد كرته. بعد ذلك تعود لدى البركاوي، صابرين بوغرين ومحمود بنتياك، بالإضافة لأشرف المهداوي ومنير شويعر، وهذه الأسماء التي أراد بها ومن خلالها طارق سكيتيوي المرمى. كرة مغربية، تسديدة، الله! يكسرون الصمود ويصلون إلى مرمى المنتخب السوري. شوف الكرة الماضية، لاحظ التسديدة، صدها إلياس، لكن المتابعة من وليد أزارو يأتي بها للمنتخب المغربي اللي عنده الإسباع راح شانه همة، اللي عنده الإسباع راح شانه همة. نعم، بعد تألق قد طال ودام لإلياس هدايا، هذه المرة توقف عند كرة لوليد أزارو يتقدم فيها المنتخب المغربي. أصبحت الآن 1-0. انسى كل اللي راح، خذ 10 دقائق الآن. لن يكون المنتخب السوري مدافعا، لن يكون المنتخب السوري مدافعا، سوف يبحث ويبحث ويبحث ويأتي بخربين. نعم، عمر خريبين الآن يقترب، الآن يقترب، الآن يقترب، الآن يقترب. 3 تغييرات.